شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، لأن رجب من الأشهر الحرم، فلذلك يغفل الناس عن شعبان. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان، حتى قالت عائشة كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فهذا يسمى عند أهل العلم يعني العبادة حين غفلة الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني الوقت الذي يغفل فيه الناس عن العبادة تكون العبادة لها إيش؟ أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فلأن شهر شعبان يغفل عنه الناس، فلأجل هذا صارت العبادة فيه عزيزة ومطلبا عند الله تبارك وتعالى. من هذا الباب أن الناس يغفلون عنه.